بعد سنتين من التدمير والتجويع والإبادة وقفت الحرب، ورجعت الأمور لوضعها الأول، وخلاص بدأت نفوسنا ترتاح من تاني. بس أنا مرجعتش زي الأول. خلال سنتين حاجات كتيرة جوايا اتغيرت، ويمكن اتغيرت جواكم انتوا كمان. رغم عودة الهدوء مرة تانية ورجوع اخواتنا لأماكنهم اللي اتهجروا منها من جديد وتوقف شلال الدم اللي كان في القطاع، لكن أنا مش قادر أنسى كل المشاهد والدمار اللي شفته بعيني واللي تقريبا العالم كله شافه. صوت الأطفال اللي بتصرخ، والأم اللي بتبكي لفقدان أبنائها، والأخ اللي بيستنجد بالعالم عشان ينقذوا أخوه، مش بيفارق بالي. صورة الناس الضعفاء اللي كانوا بيتساقطوا من الجوع في كل مكان، والأطفال اللي بيدوروا في الزبالة على أي حاجة تسد جوعهم، مش هتتمحي من ذاكرتي. التفجير اللي كان بيرعب الناس طول الوقت، والرصاص اللي بيطلقوه بشكل عشوائي في أماكن توزيع المساعدات وسيارات الإسعاف والدفاع المدني اللي بيستهدفوها قدام العالم، عمري ما هنسى كل ده وهيفضل موجود جوايا. بعد سنتين من الحرب اتغيرت مبادئ كتيرة في حياتي. عرفت يعني إيه مقاطعة، ويعني إيه إن الحاجات اللي بنحبها ممكن تكون داعم لعدونا، وعرفت إن عادي جدا ممكن أستغنى عن حاجات كتيرة ضد مبادئي كنت مفكر قبل كده إني مقدرش أستغنى عنها. عرفت إن قضايانا التافهة والحاجات اللي شاغلين بالنا بيها ممكن عادي نرميها في الزبالة ونهتم بالقضية الأساسية اللي كنا بدأنا ننساها. عرفت معنى إيه قلة الحيلة إنك تكون جنب أخوك ومش عارف تعمله حاجة، وعرفت قد إيه برضه إن قلوب الناس متعلقة هناك مهما كان في ألف حاجز. عرفت معنى الخيانة من أقرب أخ ليك، وعرفت برضه معنى الأخوة اللي بتجري في عروقنا وإحنا مش واخدين بالنا. عرفت مين هيفضل العدو مهما اتغير الزمن، ومين متربص لك تقع في أي لحظة. عرفت يعني إيه ناس أصحاب مبدأ وقضية وإنسانية ومستعدين يضحوا علشانك رغم إن مفيش أي صلة بينك وبينهم غير إنهم أصحاب ضمير. وعرفت يعني إيه ناس منك ومن دينك ممكن تبيعك علشان مصالح شخصية وعلشان مظاهر كدابة. بعد سنتين من الحرب اكتشفت إن الحياة لا تساوي شيء، وإن ممكن في لحظة العشرات من الناس يكونوا في تعداد الموت، وإنك تكون متمسك بمبدأك وأرضك أحسن ما تموت وإنت بدون مبدأ أو أرض. بعد سنتين من الحرب عرفت مين صاحب قضية، عرفت مين ما تهموش القضية، وإن كل الأرواح بالنسبة له مقدسة. بعد سنتين من الحرب ظهر ليا ناس مفضلين ممكن يكونوا في البداية ما كانوش ظاهرين في الصورة لكنهم كسبوا قلوبنا، وعرفت برضه مين ظهروا على حقيقتهم وبانوا قدام الناس إنهم أرجوزات مش أكتر. احنا جايين نقدم فننا. بعد سنتين من الحرب عرفت إن الراجل بصوته وتأثيره مش بعضلاته ومظهره الكذاب. بعد نهاية الحرب مش عارف بعد نهاية الحرب إيه اللي هيحصل. يا ترى هترجع الحياة زي الأول ولا لأ؟ هنبطل مقاطعة ولا هنستمر؟ هنرجع تاني نصدق عدونا ولا هنحط حدود بيننا وبينه؟ مش عارف الصراحة إيه اللي هيحصل، بس اللي أعرفه إن الحرب خلصت والحياة هتاخد مجراها من تاني. بس بعد السنتين دول أنا ما عدتش قادر أرجع زي الأول، وأنا كإنسان اتغيرت كتير ومبادئي واهتماماتي اتغيرت، وهفضل متمسك باللي كنت عليه وقت الحرب. بس يا ترى هل كل الناس اتغيرت برضه واستوعبت الدرس، ولا هتمر الأيام وننسى وكأن شيء لم يكن؟